نقولش الحزب الكل، خاطر الحزب بيده اللي حاكم في خلافات داخله، اما بعض القياديين عندهم علاقه بالانصار الشريعه، وانصار الشريعه هذا شيء ثابت مرتبطه بالقاعده، وانصار الشريعه هي اللي قاعده تقوم بالارهاب، والهدف نتاعها اقامه اماره في تونس بقياده ابو عياض، اللي هو تو حاليا موجود في منطقه الزنتان في ليبيا في معسكر يدرب في المقاتلين التونسيين اللي تابعين أنصار الشريعة، واللي حضروا في هجوم على الجنوب التونسي، هجوم عسكري مش هجوم نتاع اشتباكات ولا لا، هجوم جيش كامل باش يواجه الجيش التونسي. ثابتة هذه، هو ثابتة وأدلة موجودة في الداخلية. تقدر هذه القوة هذه بين 4000 و 5000 مقاتل في شكل كتائب على نمط الكتائب الليبية اللي قامت بالثورة في ليبيا، والكتائب الليبية اللي موجودة في المكان اللي هي لا تخضع للسلطة المركزية في ليبيا، هي حرة مستقلة تماما. وعدوهم أنهم يمدوهم في حالة هجوم على الجنوب التونسي بنفس العدد من الكتائب الليبية، معناتها ينجموا يوصلوا إلى 10,000 مقاتل. هذا خطر كبير. يحضروا في عملية كبيرة تتمثل في 50 عملية إرهابية تقع في التراب التونسي، كامل التراب التونسي وخاصة في تونس، باش يعملوا ارباك كبير في تونس داخل الجمهوريه، من نوع انه مثال يقصوا الضوء على تونس كامله، على العاصمه، من نوع انهم يهجموا على كارفور، يقتلوا اكثر ما يمكن من الناس. 50 عمليه في يوم واحد، يقع ارباك كبير. الجيش والامن باش يعملوا؟ باش تلهاو يردوا على العمليات هذه، وقتها هم يهجموا على الجنوب بالجيش اللي قلته لك اللي نجم يوصل ل 10,000. التصدي وقع، بدينا فيه ماناش راقدين، الحمد لله. قوات الامن والجيش قاموا بعمل جبار وعندهم نجاحات كبيره في هذا.